يعني أحلى قعدة بنات عند رنوش، بما أنها كانت غايبة بلندن كم من يوم واجتمعنا الحين. دكتورة سميرة الغامدي منورة دبي. سألت البنت الكاشيرة، هي مواطنة كده شكلها، قلت لها حبيبتي أنا أبغى رطب، وطلعت لها الصورة. هذا ماني لقيته عندكم. قالت لي إيه هذا تلاقيه في منطقة اسمها يا جماعة رنا مو حامل، بس مرة خاطرها بهالرطب، يا رطب روتانا يا برحي. مسكينة الدكتورة سمير راحت تدور دوارة، وانا صراحة صار خاطري على فكرة في برحي مرة، هذا الاصفر الكرنشي. اللي يعرف وين يتباع في دبي يخبرني على الانستغرام، الله لا يهينكم. اللي يعرف مين جاي من جدة. قاعدين نتكلم عن الوزن. الحمد لله اللي ناويين ندمروا صفرة. سبيشال ريكوست لرنا القاسم. رنوش، بما اني جاية عندك البيت، فيك تصلحي لي السليك لأنه مرة خاطري في السليك حقك. خلص السليك. أهلا وسهلا. ميمي أول وحدة غرفت. بام شذاوي. ترى سميرة اليوم اللي مسويت لنا السليك مو رنا. طيب حنشوف، بس الريحة يمي يمي. لو لجين قالت خلصنا عشاء عند رنوش، واحلى شيء نحن جيران يعني بسياره واحده نروح ونجي. بس الحلو كان موضوع السوالف غير الاكل. الحمد لله ما نقدر نقول فيها بالعلن. رجعت على البيت ولقيت هالرطب وهالعسل والورد. من العسل نعيمة الأميري. حبيبتي نعيمة كثير مشكورة، والله يعافيك ويسعدك يا رب وين ما تكونين. ولأن الحبايب كثار الله لا يحرمني منهم، شهيرة باقر بعد حبيبتي أرسلت رطب وأكثر من نوع. صراحة كلفتي على نفسك وأنعم الله عليك. رغم أنه والله العظيم موضوع الرطب كان مسحة، لأن رنا مشتهيته، بس مواقف زي هذه بسيطة تثبت لك كيف أن بعض الناس فعلا تحبك وتهتم فيك.